اهلا بيكم معانا. هنعمل النهارده اكله سهله وخفيفه واقتصاديه ومكوناتها كلها في البيت وبحاجات بسيطه جدا. اسمها الكيكه الحادقه او العجه الفرنساوي. اكتبولي في التعليقات ايه اسمها عندكم، ولو اول مره تشوفوني تابعوني ان شاء الله هعمل لكم سلسله اكلات اقتصاديه وسهله. الكيكه الحادقه دي او العجه الفرنساوي بنعملها ببيضه واحده بس، سهله وخفيفه حلوه قوي في الفطار او في العشاء. شايفين هشة زي تقدروا تاكلوها لوحدها او تقدروا تاكلوها بالعيش، زي ما تحبوا. كمان ممكن تتقال عليها هي شبه المافن بس هي مش مافن، بيبقى طعمها حلو جدا. اول حاجة هنجيب معانا كده دي حبتين طماطم، وهنحط معاهم بقدونس، وكمان شوية شبت زي ما حابين تحطوا الكزبرة قصدي، لو حابين تحطوا البقدونس مفيش مشكلة. وده فلفل اخضر قطع حاجة زي السلطة كده بالظبط. وده بصل لازم يبقى متدبل تشويحة خفيفة كده في الزيت. هنا انا ضفت اللانشون بس الاكلة الاساسية بتاعته ما فيهوش اللانشون، وكمان مش هيبان فانصحكم ما تحطوهوش كمان. هنقلبهم كلهم مع بعض، هيدينا ميكس حلو قوي. ممكن لوحدها كده بقت اكلة زي سلطة كده مقبلات تتحط جنب الاكل، جميلة جدا في الطعم. ترشوا لها بس شوية الملح وتتاكل حلوة قوي كده. قلبنا الميكس ده مع بعضه كويس جدا وهنركنه كده على جنب. طيب هنجيب معانا كده زي ما قلنا الاكله بتاعتنا دي هتتعمل ببيضه واحده، هي بيضه واحده هحطها. هضيف لها طبعا المعلقه من الخل عشان خاطر تنفخ معاها ومبقاش ريحه البيض ظاهره معانا في الاكل. هضرب البيضه كويس جدا وبحط معاها بقى فصين من الثوم الفريش والكزبره الناشفه والفلفل والكمون. واهم حاجه هنا لازم تتحط هي الكزبره الناشفه والثوم، دول مهمين جدا مكونين اساسيين. هنقلبهم كويس جدا كده مع بعض. تمام. هضيف بقى هنا انا حطيت حوالي 5 معالق من الدقيق، مش اكتر من كده. هنقلبهم مع بعض، وطبعا هنحل الموضوع ده كله بشوية من المية. نفس البولة اللي انا حطيت فيها المكونات بتاعتي هي اللي بشتغل بيها. هنفك الدقيق كده كويس لغاية ما تدينا عجينة حلوة. هنشوف السمك بتاع العجينة هيبقى شكله ازاي مع بعض. احنا بنقلب كويس. تمام كده. بضيف لهم بقى حاجة اساسية ولازم، هي كيس كامل من البيكنج باودر. وهنا البيكنج باودر لما بيبقى عامل معايا الفوران ده معناه ان هو كويس كده. ضربت كويس العجينة تمام، وده اللي انا السمك اللي انا عايزاه. ما تبقاش اتخن من كده عشان تبقى هشة معايا وخفيفة. انا عشان عاملة كمية قليلة انا حطيت معلقة كبيرة هرمية من كيس البيكنج باودر. لو هتكتري بس انصحك تحطي كيس البيكنج باودر كله، هي بالظبط زي الكيك. ده الخلطة اللي احنا عملناها بقى هنضيفها هنا على الدقيق اللي احنا عملناه، وهنقلبهم كلهم مع بعض وكده تبقى تمام خالص. وهنقلب. تقدري تعملي هنا تدخليها الفرن. هنصبها في قالب في صينيه وهندخلها الفرن. ممكن بقى لو مش حابين ما نحطش البيكنج باودر، وبنعملها في الطاسه عادي. بندهن طاسه دهنه خفيفه جدا بالفرشه من الزيت ونخليها تسخن خالص، وبنصبها كده بالمغرفه بتدينا كده زي القرص، بتبقى فطاير طريه جدا. هنا تبقى شبه العج بس بتبقى حلوه برضو، والطعم بيختلف من الفرن عن بتاعه الطاسه، بيبقى الطعم مختلف تماما. ده قالب بتاعي مبطناه بالزيت، وبعدين حاطه فيه شويه من الدقيق عشان ما تلزقش زي ما بنعمل كيكه بالظبط. هصب المقدار بتاعي هنا، ولو المقدار فاض معاكي تقدري تصبيه في قالب تاني. وانا حطيته هنا كمان. هنوزعه كده كويس، وهنكون مشغلين الفرن ونحطوه في الرف الوسطاني.
كده تمام. انا مش عايزاها عالية قوي، لو حابين عالية قوي هتحط المقدار كله، بس انا هاخد الكمية اللي زادت مني وهجيب قوالب من السيليكون بتاعت الكب كيك وهحط لها ورق وهعملها زي قوالب الكب كيك. تمام كده. كل واحدة بحط فيها معلقة ونص بس، مش اكتر من كده، عشان لما تيجي ترتفع معايا متطلعش برا الورق. معلقة ونص، معلقتين، مش اكتر من كده. انا بدخلها هنا الفرن على نار متوسطة. تمام كده، وبنقفل الفرن. ودي شكلها لما استوت، ده الشكل بتاعها. الصينية اهي طالعة منفوخة وحلوة جدا، تقدري تقطعيها وتاكليها في الفطار، في الغدا، في العشاء. أكلة سهلة واقتصادية وبسيطة جدا. حابين تاكلوها بالعيش، حابين تاكلوها كده بالمعلقة بالشوكة، زي ما انتوا عايزين. خفيفة وطعمها جميل. يا رب تعجبكم الوصفة وتكون نالت اعجابكم. ان شاء الله هعمل لكم الفيديو الجاي كلها سلسلة اكلات اقتصادية. لو انتوا عارفين الاكلة دي ما تنسونيش بقى تكتبولي في التعليقات اسمها ايه عندكم. ولو عجبتكم الفكرة، لايك وشير. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.